بمبادرة إنسانية من جمهورية إيران الإسلامية وبالتنسيق مع منظمة بادر فرع الشمال، توجه عدد من جرحى التفجيرات الإرهابية التي أطالت المواطنين العزل في قضاء طوس خورماتو، والبالغ عددهم 8 جرحى من مختلف القوميات والمذاهب، إلى العاصمة طهران عبر مطار السليمانية الدولي. بدورنا طبعا كمنظمة بدر وممثلي تجمع الكفاءات العلمية قمنا كوفد ممثلين قمنا بتغطية هذا الحدث، وكنا في ترحيل المرضى الذين رشحوا إلى العلاج خارج في جمهورية إيران الإسلامية، وهذه نعتبرها يعني بادرة طيبة لأهالي طوس خورماتو، وذلك لمساعدتهم في الرجوع بسالمين إلى بيتهم. الجرحى بدورهم قدموا خالص شكرهم وامتنانهم إلى الجارة الإسلامية إيران، منوهين أن الشعب العراقي لن ينسى تعاونهم على خدمة الإنسانية، وكذلك ثمنوا موقف منظمة بادر فرع الشمال وعلى رأسهم السيد محمد مهدي البياتي. إننا نتوجه إلى الجارة المسلمة إيران لتداوي الجرحى، ونشكر ونقدر دور منظمة البدر ولا سيما الأخ الحاج محمد مهدي بيات أبو أيوب لتقديمه هذه المساعدات القيمة لأخذ الجرحى والمصابين إلى الجارة الإيران بغية تداويهم. نشكر منظمة بدر إن شاء الله، والله يوفقهم إن شاء الله، ونشكر الجمهورية الإسلامية نشكرها والله لاحتضانها جرحانا إن شاء الله. نشكر منظمة بدر الذي قامت بهذا الدور الإنساني، مشكورة على كل سعيها لضحايا الانفجارات البريئة، وبدورنا نشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاحتضانها جرحانا، وهذا الواجب واجب إنساني. ما أشبه اليوم بالأمس منظمة بادر التي كانت رمزا جهاديا قارع النظام البائد من أجل العراق وأهله، وهي اليوم تؤكد أيضا أن الأولوية يجب أن تعطى لكل مغبون ومظلوم في العراق الجديد. من داخل مطار السليمانية نجف أوغلو، الغدير الفضائية.